البشاميل بجيبه والسر كله في نص معلقه سمن بلدي على الوش كده، واديله تقليبه وهو لسه سخن. وانسي بقى اي طريقه بشاميل كلها زيوت. احتفظي بالوصفه دي عندك لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه نسمي الله. هاتي كيلو من الكوسه، طبعا بتغسليه وتقشريه بالشكل ده كده، وهتقطعيه بالورب بالشكل ده. انا عايزاه يبقى كل السمك قد بعضه، بتكون لا تخينه ولا رفيعه، بالسمك ده كده بالظبط. هجيب بقى حله بنزل فيها معلقه من السمنه، وارفعها على النار، وهبدا انزل عليها بالكوسه بتاعتي. بنزل عليها برشه ملح ورشه فلفل اسود، بديها تشويحه وبغطيها على النار، بتقعد معايا حوالي 10 دقائق. اول ما تستوي 3 ارباع سوا برفعها من على النار. وفي المرحله دي بسيبها بقى على النار ونعمل مع بعض اللحمه بتاعتنا. معلقه من السمنه، بنزل عليها بصلايه كبيره متقطعه مكعبات بحوالي 300 400 جرام من اللحمه المفرومه. هنزل برشه من الملح والفلفل الاسود ورشه قرفه وزنجبيل، بتوديها في حته تانية. وبرفعها على النار لغايه ما تستوي معايا. هروح بقى على الكوسه بتاعتي، اول ما خدت تشويحه كده واستوت معايا 3 ارباع سوا. شايفين ازاي لونها لسه اخضر زي ما هي؟ يعني امشي على الخطوات دي بالظبط هتاخدي صينيه كوسه بالبشاميل ما حصلتش. بفضيها عندي في مصفى، انا مش عايزه فيها اي سوائل، عايزه اتخلص من كل السوائل اللي فيها. تعالي بقى شوفي طريقتي انا في البشاميل وجربيها، والله هتدعي لي عليها. وصفه يعني مش قادره اوصف لك طريقه البشاميل دي حكايه. هاتي لتر من الحليب، لبن الحليب، هنزل عليه ب4 معالق كبار من الدقيق، رشه ملح، فلفل اسود، قرفه. برفعه على النار. اول ما يتقل معايا البشاميل بجيبه والسر كله في نص معلقه سمن بلدي على الوش كده، واديله تقليبه وهو لسه سخن. وانسي بقى اي طريقه بشاميل كلها زيوت ودهون وحاجات كده صعبه. جربي الطريقه دي بجد، لا مش هتفرقيها ابدا عن البشاميل العادي اللي بتحطي فيه كيلو سمنه ده. هجيب بقى البايركس بتاعي، بنزل فيه الاول معلقتين كده من البشاميل. برص الكوسه بتاعتي، بنزل عليها باللحمه المفرومه، وهنزل كمان عليهم معلقتين 3 من البشاميل. هرص الطبقه الثانيه من الكوسه بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بحب ارص كده واحده جنب الثانيه. هبدا انزل بقى على بباقي البشاميل، بنزل بيه كله على صينيه الكوسه بتاعتي. خدي بالك كمان من الخطوه اللي جايه اللي هقولك عليها دي. احتفظي بالفيديو ده عندك يجنن. بعد كده هنزل عليها بمعلقه من قشطه اللي هي وش اللبن، او معلقه صغيره كده من السمن البلدي. بحطش جبنه موتزاريلا. بدخلها الفرن، اول ما تشكشك كده معايا بفتح عليها الشوايه من فوق. اول ما بتاخد لون بطلعها. حاجه كده تجنن. انا لسه مطلعاها من الفرن سخنه مولعه. هبدا ان انا اقدمها. انا بحب اقدمها وهي سخنه طبعا. حابه تسيبيها تبرد شويه، بتقطعيها قطع وبتطلع معاكي تجنن. مفيش احلى من احلى صينيه كوسه بالبشاميل بالطريقه دي. شايفين طالعه متماسكه وماسكه نفسها، والكوسه طالعه جواها مستويه وماسكه نفسها في نفس الوقت. جربيها هتعجبك.